الفرقية من الناظور إلى الحسنية العالم. مؤسسين بأن الفرقية الحسنية مؤسسين 2008-2009 إلى يومنا هذا. الفرقة بعض التحسن على المستوى التدريب. الفرقة الرئيس اتيان الفرقية بأن تعنس المشاكل المادية من طرف البلدية المجلس الإقليمي. وهذا نغدع من شاس سمينا نغنان بالعكس رانينا نغ مليون فرنك فاوز غطون تراكيز نقيس من نغنية الزغثني راكيز نقيس من نغنية نغسط هذا عدد من التمنيات وعدنا نغتيج نتاع مديري ذا سبحان في الأخير وازريغ والو ذو وريخ صغط السيوضغط من المسؤولين وادي السكينة النظر وإنما مسؤولين النظر صغط سنيني ذي المنبرة قاش الفرقية قيسيخ تخيري وحدي تقريبا معنويين إذا يتعاونني وذا. نشكر الإخوان أبعلا دعم الشكر نقامين تقيم إنجاز رائع زي الإخوان الأصدقاء إني غادجل غير أخفندين ولو معنويا برئاسة السيد إدريس المعلمي بإضافة أعضاء جدد بغية إعطاء نفس جديد سواء على مستوى الإداري أو على مستوى المالي. وأمام الرهانات والتحديات الكبيرة التي كانت تنتظر الجميع سطر المكتب الجديد برنامجه حدد فيه أهدافه خلال الموسم الرياضي 2022-2023 خاصة في ظل التغييرات التي عرفتها كرة القدم المغربية. أولى أهداف الموسم هو خلق فريق تنافسي. بالنسبة للمداخيل كما لم يطرأ عليه أي تغيير بالنسبة للعام الماضي، رغم أن المستوى اللي نافسنا فيه هذا العام غير المستوى اللي نافسنا فيه العام الماضي. يبقى أن المداخيل تتجلى فيما يلي. بالنسبة للمجلس الجماعي لمدينة الناظور 160 ألف درهم، المجلس الإقليمي 0 درهم كالعادة غائب تماما عن الساحة. مجلس الجهة 20 ألف درهم، منحة الصعود 10 ألف درهم، انخراط أعضاء المكتب 6500 درهم، دعم المحبين 5000 درهم، عائدات مصاريف التحكيم 4000 درهم. مجموع المداخيل لم يطرأ عليها أي تغيير كبير 205,500 درهم. بالنسبة للمصاريف، المصاريف كما قال السيد الكاتب العام أنها شهدت تطور كبير، لأن كان الأفق ديالنا صراحة أكثر، كان الطموح ديالنا كبير باش نمشيو إلى أقصى حد ممكن في المنافسة وتحقيق الصعود، ولكن صدمنا بواقع مريض. بالنسبة للمصاريف، أبدأ بمصاريف الانخراط بالنسبة للبطولة 650 درهم، مصاريف الخاصة بالسيارة بما فيها العجلات، تأمين الإصلاح، المراقبة التقنية 13200 درهم، رواتب اللاعبين 140,000 درهم، منح اللاعبين 132,000 درهم، رواتب المدربين 24,000 درهم، مصاريف التطبيب والأدوية 9300 درهم، بالنسبة لأدوات ولوازم التدريب 6200 درهم، اقتناء طاقمين من الألبسة الرياضية الجديدة 6400 درهم، مصاريف التنقل وفيها السائق، الماء، التمر، الموز والوقود 15200 درهم، مصاريف التقرير الأدبي والتقرير المالي ديال فريق حسنية الناظور، فريق اللي الرئيس ديالو كيجاهد باش يخلي هذا الفريق ويصعد به وباش يعاون الشباب في التكوين، لا التكوين البعيد ولا التكوين القريب. ولكن كما تيقول كما كنشوفوا دابا الاعجاز اللي كاين دابا في المسائل الماديه يرثى له، وكنترجاو من الاعوان من اعيان المدينه نترجاو يمدوا يد المساعده لهذا الفريق هذا. جدا هذا السنسير مي من زين خزا اللي ناحيهم وشين رميتو التيران قبر وشين تنتعاود كذلك رميت كاع عالم لين هو غاسم الغرض مع الرياضي ديالنا قراش قيم ديني وهي راه الدين ما مشينا لحاج مصطفى راه مجارو ما مش تواريغ ثندين تما مشينا مع الرئيس انه
أخمي ودي أخمي أن كلام الناس مؤكد وفي الصميم أن من يتمسان دي مدينته وهو ذي نجن رفاز الصدحيق وغينين العنصرية باش أضعزن ماديا يجن الفريق ليس تصن الشباب المجهود ابتداء من الرئيس الطاقم الإدارة الطاقم التقني الإعلاميون المستشارون الشرفيون مرة تقنتي زما مرة باش تهدم تسمى يجو مذرع يجو نعيب ذا مقران الفكرة ينخسديني كخلاصة أن رفازة يتقن وجن السؤال يا الرئيس ما غاسن وينات بنادم كيستايح زي المسؤولين غير في ذات خميسة ما غاسن حاجة قانونية باش تصغات الحسنية يخستيريا لأن باش تحار من مئات المتتبعين سمانية يعني أنه تقن عيب لك مئات المتتبعين لهذا ماذا نشان الحل القانوني وخاص سوينات الإخاء ودين السوار من ونات ني غمو غيقيم الحال كورس كواز تقنا نغمو خاصة الحسنية